كان هناك شاب فقير لا يملك شيئا، وكان والده يعمل في مزرعة ولم يعلمه حرفة. وبعد وفاة والده لم يجد الشاب ما يعمل فيه، فاختار الترحال باحثا عن الرزق في بلاد الله الواسعة. وبينما هو يتنقل من مكان إلى آخر، بلغ مدينة تعمها الحركة وتملأها الأصوات، فسمع مناديا ينادي وهو يقرع الأجراس: خاتم الملك ضاع، من يجده فله جائزة عظيمة من الملك نفسه. ويا للمفارقة، بعد أن اكتشف الشاب آخر قطرة ماء من قربته المهترئة، أبصر شيئا يلمع تحت التراب. إنه الخاتم. حمله بسرور وأسرع خطاه إلى قصر الملك. عند باب الحديقة أوقفه الحارس وقال له: لا دخول إلا من أعطاني شيئا. قال الشاب: والله لا أملك شيئا، لكنني وجدت خاتم الملك ولا بد أن أوصله إليه. فقال الحارس باستهزاء: وما فائدة هذا الخاتم؟ الملك لا يعرف أنك وجدته، ادفع لي شيئا أو انصرف. فقال الشاب: إن تركتني أدخل أعيدك بنصف الجائزة. فوافق الحارس وفتح له الباب، وتكرر الموقف عند كل باب: حارس يطلب وشاب يعد بنصف الجائزة، حتى وصل إلى حضرة الملك. فرح الملك فرحا كبيرا بعودة خاتمه وقال: ما تريد أيها الشاب؟ اطلب ما شئت. فقال الشاب: أريد 100 ضربة بالعصي. تعجب الملك وقال: لما أعاقبك وقد أحسنت؟ فأخبره الشاب بكل ما جرى له مع الحراس الثلاثة، وأنه وعد كلا منهم بنصف جائزته حتى يسمحوا له بالدخول. فاستدعى الملك الحراس فأقروا بالحقيقة. ضحك الملك وقال: اليوم ينصف المظلوم ويعاقب الفاسد. فأمر بإعطاء الشاب 100 ضربة، 50 ضربة لكل حارس، يقتسمونها نيابة عن نصف الجائزة. ثم قال الملك: هذه جائزتك كما طلبت، أما أنا فلك عندي جائزة أخرى. فأكرمه الملك وأعطاه هدايا كثيرة وثمينة. فعاد الشاب إلى قريته وبنى بيتا جميلا، واشترى أرضا وعمل فيها، وعاش سعيدا مرتاحا طوال حياته.